يا جماعة الخير، باعتباركم الممثلين عن البناية المتكونة مثل الشقق، أنا راح أستلم هاي البناية لمدة 4 سنين، فالأريد منكم نساعد حتى نبني البناية. اسمع مدير البناية، تدري بي أنا الممثل عن الشقة الشمالية. هذا الشيء معروف جدا، وبصراحة شقتكم من أجمل الشقق رغم الخلافات اللي جاية تصير على الغرف، بس هاي حلوها بيناتكم. البير اللي بشقتنا هذا ملكنا ونتحكم بيه بكيفنا، أما بالنسبة لقوانين البناية فهاي ما تمشي علينا احنا، وبالنسبة لحقنا فاحنا نريده كامل بدون أي نقص. بس هذا الشيء ما يصير. لا يصير، يعني أحسن ننفصل عن البناية؟ يابا شلكم بالانفصال، مو حاولتوا وكل البنايات وقفت بوجوهكم، وبعدين احنا بناية واحدة والتردون يجرالكم. مدير البناية ممكن أحكي؟ تفضل سولف، شنو عندك؟ مثل ما تعرف احنا واجهة البناية، وقبل كنا من أجمل الشقق، لا مو بس بالبناية، بكل المنطقة. هذا الشيء صحيح، بس هذا كان سابقا. ومثل ما تعرف الشقة تعرضت لإهمال كبير مثل الحرائق والانفجارات وغيرها من الأمور. احنا ما لنا علاقة بهاي الأمور، وهاي الأمور يتحملها مسؤول البناية خلال 15 سنة الفاتت. أريد أعرف وين كنتوا بهاي الفترة؟ مدير البناية بس مرة خستك شوية. ممثل الشقة الجنوبية، صورتك ما راح تحكي، قول شو عندك؟ مدير البناية 90% من مصاريف البناية احنا جاي نوفرها، فحقنا وينه؟ هذا من واجبكم، وهذا الشيء اقر دستور البناية. على العين وعلى الراس. تدري احنا اكثر شقة تحترم دستور البناية، بس انتم لازم تراعون حقنا. افتهمنا شنو المطلوب من عندنا؟ مدير البناية لا ماي لا كهرباء، احنا شقتنا كلش حارة، الامراض الخبيثة كتلتنا، وشبابنا عطالة بطالة، يا على الاقل شغلوا شبابنا. وين كنتوا خلال ال 15 سنة الفاتت؟ هسه يلا حكيتوا. بعد ما عندنا صبر، شفنا اللي يسكت كل شيء ما يحصل، بعد منا رايح ما نسكت. لا ماي لا كهرباء لا كهرباء لا خدمات. كافيكم كافيكم عاد، كافي. يعني انتم ما مليتوا؟ يا معودين يا جماعة الخير، معارككم هذا هو اللي يدمر البناية. ما كافيكم؟ ما مليتوا؟ ايش وقت تصحون عاد؟ يا اخوان الله يخليكم، بسعوا في حكي البنايات المجاورة وصيروا ايد وحدة، صدقوني بنايتنا ترجع مثل قبل وبعد احسن.